شوفوا معايا هاد خينا اللي مسمينه وليد العاقل، هو مواليد مع عقل، ولكن انا ما كنتش غنرد عليه حيت عارفه حمق. انما واحد من الاصدقاء الجزائريين واللي كنت كنحترمه على اساس انه هو عاقل، كان بالمناسبه زارنا واحد المهرجان ديال مهرجان عربي للزجل، وكنت تعرفت عليه انا هنا في المغرب. انا ما نمشيش للجزائر انا، واخا تبقى هي بوحده في العالم، تم دعوتي للجزائر ولكن انا رفضت. هنا هذاك السيد شاف واحد الفيديو ديالي كنرد على واحد الحمق بحال هذا، قال لي في الميسنجر انت زعما راه من النخبه وانت من المثقفين، ما خصك تدخل في هذه الفتنه. وقلت لي انا رديت عليه في الميسنجر وفي التعليق، قلت له يا صديقي انا اذا سمعت شيئا يسيء لبلدي فاني ارد عليه. اشكل الجواب ديالو، الجواب ديالو قال لي انا مضطر لاحضرك ولو انك صديقي. رديت عليه انا في التعليق بالسلامه، انت مضطر لتحضرني لانك تخاف من المخابرات الجزائريه. وفعلا وجودي كصديق عنده في الحساب يمكن يسيء ليه شي مشكل، وحضرني. وانا قلت ليه في الواتساب الارواس المشطبه تلقى على البحر، ما عندي ما ندير بواحد كان كيعتبرني صديق وكان اعتبره صديق، ولكن على مستوى المراسلات حنا تلاقينا مره واحده كلنا وتشاركنا الملح مع بعضياتنا ولكن هو خواف، ما كانش كاع يرد البال. اش دا هو يدخل اليوتيوب ويمشي ليا الميسنجر ديال الفيسبوك والواتساب ويبدا يرد عليا. ولكن انا باش نبين ليه بانه انا مستمر انا ندير هذا الفيديو، ودابا شوفوا معايا هذا المسطي هذا واش رد عليه ولا لا. لا طرقات، لا كهرباء، لا ماء، لا غاز، ولا رغيف خبز ما عندهمش. في حين النظام هذا تاع المخزن، فوزي القجاع واتباعهم راهم يديروا انفاق كبير زعما يحضروا لكأس العالم 2030، رغم انه المؤسسات الدوليه على غير البنك الدولي حذر فيما يخص هذا الانفاق الكبير من النظام هذا المتعفن على المونديال، لانه صراحه ما راحش يحقق منه عائد اقتصادي ولا تنموي مستدام. اقول مستدام.